وفي نفس الليلة على الساعة 4 الفجر رجع واقتحم بيت عيلة خوفيننث، قتل الزوج برصاصة في دماغه، وهدد الزوجة بقتل ابنها اللي عنده 8 سنين لو ما سلمتهوش كل الفلوس والمجوهرات اللي في البيت. وبرضه ممشيش غير بعد ما اغتصبها وأجبرها إنها تقسم بالشيطان إنها هدته كل حاجة بتملكها. وفي 6 أغسطس في ضواحي مدينة لوس أنجلوس اتسلل لبيت كريس بيترسون اللي عنده 38 سنة ومراته فيرجينيا اللي عندها 27 سنة. ضرب النار على راس فيرجينيا علشان تقع الأول غرقانة في دمها، وبعدين ضرب النار على كريس علشان يصيبه بس ما قتلهوش. ومن شدة دهشة كريس قام بقوة علشان يهاجمه فضرب عليه رصاصتين تانيين ولكن أخطأ في هدفه. وقدام بطولة كريس راميريز لقى نفسه إنه لازم يهرب، ولحسن الحظ الزوجين نجوا. وبعد يومين اتسلل راميريز لبيت إلياس اللي عنده 33 سنة وزوجته سكينة اللي عندها 27 سنة. قتل الزوج وهو نايم برصاصة في دماغه وكتف ابنه وهدد بقتله لو الزوجة ما سلمتهوش كل مقتنيات البيت المهمة. وطبعا ممشيش إلا بعد ما اغتصبها وخلاها تقسم بالشيطان إنها مش مخبية عنه حاجة.